السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ومتابعين قناة بي نيوز، مرحبا بكم. اليوم نقدم لكم أكثر لاعبين مراوغة في الدوريات الخمسة الكبرى. اللاعب الخامس وهو غابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال ب 48 مراوغة في عمر 21 سنة. واللاعب الرابع لاعب اي سي ميلان رافائيل لياو، 51 مراوغة في العمر 23 سنة. اللاعب الثالث وهو بيلينغهام، لاعب بروسيا دورتموند، 67 مراوغة في العمر 19 سنة، أقل منهم بكثير. واللاعب الثاني ومن تفكرون؟ اللاعب الثاني هو فيني، لاعب ريال مدريد، فينيسيوس، ب 78 مراوغة في العمر 22 سنة. أنا بالنسبة لي أفضل لاعب ناشئ وأفضل لاعب المستقبل. واللاعب الأفضل في الدوريات الخمسة الكبرى في المراوغات من هو؟ في الكومنتار وأقول لكم. اللاعب هو ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان ب 83 مراوغة في العمر 35 سنة. في عمر 35 سنة وهو ما زال يتصدر أفضل مراوغ في العالم. كيف تقولون لي أن كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي؟ طبعا كريستيانو أفضل لاعب، كريستيانو أسطورة، كريستيانو أسطورة في كرة القدم، ولكن بكل احتراماتي لكم أن ميسي أفضل من كريستيانو بكثير بكثير، لأن ميسي هو من يصنع الأهداف، وهو من يسجل، وهو من يراوغ ويفعل الكثير في الملعب. ولكن كريستيانو له التهديف فقط. وأيضا أقول لكم وللتذكير أن ميسي تفوق على كريستيانو في التهديف في الدوريات الخمسة الكبرى ب 702 هدف لميسي، 701 لكريستيانو. وأقول لكم بالنسبة لي أنا فيني هو أفضل من مبابي. أنتم تنظرون أن مبابي هو الأفضل في العالم في الشباب وأفضل من فينيسيوس، ولكن أنا أنظر فينيسيوس أفضل من مبابي. أنا شخصيا أفضل عندي هو فينيسيوس، لأنه فينيسيوس يفعل الكثير في الملعب، يراوغ، فنيات، أهداف، سرعة، حماسي، كل شيء. فينيسيوس من أفضل اللاعبين الشباب، وهو المستقبل ريال مدريد. أنا كنت مستغرب أنه كيف ريال مدريد تفكر في مبابي وعندها موهبة مستقبلية. وكلامي في الأخير أقول لكم الرأي ولي الرأي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.